السلام عليكم متتبعينا الكرام، معكم سفيان من ريبيكاس. مرحبا بكم في حلقة جديدة ومفصلة بزاف على الميركاتو الشتوي لنادي الوداد الرياضي هذا الشهر يناير 2025. اليوم غادي نهضروا على اخر الانتقالات والتغيرات الكبيرة اللي دارتها إدارة نادي الوداد الرياضي، واللي راه ماشي غير تجهيزات عشوائية وإنما هو استعداد مسبق للميركاتو الصيفي الجاي، خصوصا مع مشاركة الوداد كأس العالم للأندية وترقب التأهل للبطولات القارية. وزيدوا معنا وغادي نكتشفوا حتى التفاصيل ديال قيمة كل تعاقد والمدة ديال كل عقد. نبداو في الخط الهجومي. الوداد زاد لاعب غاني سامويل اوبايانغ اللي جاي من نادي كازابيا البرتغالي. هذا التعاقد جاب عقد لمدة 4 سنوات وقيمة العقد ديالو كتقارب 840 مليون سنتيم. سامويل معروف بالسرعة الكبيرة والقدرة على الاختراق وتسجيل الأهداف، وغادي يعطي دفعة قوية للهجوم ديال الوداد. وزيد عليها ضافوا المهاجم التنزاني سليمان مواليمو اللي وقع عقد لمدة 3 سنوات وقيمة قريبية 600 مليون سنتيم. سليمان مواليمو عنده قوة تسديدات ومهارات في المناطق الأخيرة، وغادي يكون إضافة مهمة في الهجوم نادي الوداد الرياضي. وما ننساوش التعاقد مع زكريا حي اللاعب الموهوب اللي جاي من شباب المحمدية. هذا العقد داروه لمدة 3 سنوات وبقيمة 550 مليون سنتيم. زكريا كيتعرف التحركات ديالو بذكاء في الملعب وكيخلق فرص تهديفية، وغادي يساهم بفعالية في تثبيت مركز رأس الحربة ديال نادي الوداد الرياضي. في الدفاع الوداد ما قصر، وقعوا على صفقة المدافع محمد الجديدي اللي جاي من شباب المحمدية بعقد لمدة 4 سنوات بقيمة كتقارب 900 مليون سنتيم. هذا التعاقد جا باش يقوي خط الخلفي ويضمن استقرار الدفاع ضد الهجمات المنافس، وهو عنصر مهم خصوصا مع المنافسة الشرسة في الدوري المغربي. وفي جانب الحراسة الوداد ضم إليه الحارس مهدي بن عبيد اللي وقع مع الفريق بعقد ديال 2 سنين ونص قيمة 400 مليون سنتيم. هذه الخطوة جات من بعد ملاحظة تراجع بعض المستويات الحراسة أو تراجع بعض اللاعبين في المستوى، وهي خطوة مهمة باش يرجعوا للثقة والأداء باش يكون في أعلى مستوى إن شاء الله. وعندنا خبر جديد في الميركاتو، الوداد ضاف اللاعب تيمبونكسي في الفريق. هذا اللاعب اللي كيلعب في المراكز الجانبية وقع عقد لمدة 3 سنوات بقيمة 700 مليون سنتيم. تيمبونكسي معروف بالمرونة ديالو في اللعب والقدرة على المساعدة في خلق والهجوم من الجناح، وغادي يعطي بعد تقني جديد لتشكيلة نادي الوداد. ومن جهة أخرى الإدارة نظمت الصفوف ديالها بمغادرات وإعارات مهمة، واللي منها الحارس عبد العالي المحمدي تم إعارته لنادي الباطن السعودي حتى نهاية الموسم. نبيل مرموق مشى على سبيل الإعارة لنادي أبها السعودي، واللاعب بونا عمر غادر رسميا متوجه إلى الاتحاد الليبي بعقد ديال 2 سنين ونصف قيمة 500 مليون سنتيم. وهكذا تحرت الميزانية مهمة للفريق الأحمر. كذلك تمت إعارة زكريا غيلان وإسماعيل بن قطيب للنادي المغرب التطواني، وانتقال هشام عيت برايم للنادي المكناسي. وفي الأخير تم فسخ عقد الحارس أبو بكر بالتراضي. كل هذه التحركات جاو من تخطيط دقيق من طرف الإدارة والمدرب رونالي ماكوينا. الوداد دابا كاين في الدوري المغربي والنتائج ديالو زوينة، بحيث راه لاعب نصف الموسم والهدف ديالو هو التأهل للبطولات القارية الإفريقية، خصوصا بعد ما الموسم اللي فات كان فيه غائب وتأخر في بعض النقاط. وهذه الانتقالات ماشي نهاية المطاف، بل هي استعدادات الميركاتو الصيفي الجاي، واللي غادي يجدد الفريق كامل استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك المسابقات الإفريقية إذا تأهل. الجماهير الودادية عندها أمل كبير بهذه التجديدات، حيث تعاقدات جديدة بقيم مالية كبيرة وفترات تعاقد طويلة كتعكس الثقة والرؤية المستقبلية ديال إدارة الفريق. الفريق راه دابا في وضعية تنافسية قوية، ومجهودات ديالو كلها موجهة باش يرجع للعهد التألق في الترتيب ويتأهل للبطولات القارية ويكون عنده حضور مميز في المنافسات الدولية. إذا يا أبطال، شنو رأيكم في التعاقدات والتغييرات اللي قام بها نادي الوداد؟ واش كتظنوا أن هذه الخطوات بالقيام بتعاقد لمدة طويلة كافية أنها تدعم خطوط وحظوظ الفريق الأحمر وتخليه يعزز مكانته في الدوري ويتأهل للبطولات القارية؟ شاركونا تعليقاتكم وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وكذلك تفعيل الجرس وديروا واحد اللايك باش يوصلكم كل ما هو جديد من عالم كرة القدم. وشكرا بزاف على المتابعة، ونتلاقاو في حلقة جديدة إن شاء الله. كان معكم سفيان من قناة ريبيكاس، وإلى اللقاء ودمتم سالمين إن شاء الله.